خلينا نبدأ مع بعض يونت 9 بعنوان making it yourself. اعملها بنفسك. هتعمل ايه بقى؟ تعال نشوف كده مع بعض. قال لك how to make a فلافل ساندوتش فلافل والافريداي activities. كلمات يا جماعة: صوص، شوب، عشان تعمل ماضي بتاعها حطها في الحرف الأخير لأنه منتهي بساكن قبل متحرك. ماشي. والطحينة صوص الطحينة طبعا سبون فول وفولد وانجريدينتس مكونات، بيكلز مخلل وسبايسي وتشورز. أعمال ايه؟ أعمال منزلية. مين هيحل أول واحدة؟ is a traditional Egyptian food that that many people love. كلام على الفلافل طبعا، يبقى دي نمبر 1. طبعا هي كمان بدأ كابيتال. I always eat the cucumbers and the tomatoes to make green salad. شوب اللي هي دي يقطع، إنما شوب دي نون معناها محل. My brother likes his sandwich with طحينة. طحينة إيه؟ طحينة صوص أهو. The A for this recipe are simple and easy to find. ingredients المكونات بتاعت الوصفة دي سهلة وجميلة. عندي تيستي وعندي لوف، والجمع بتاعها لوف زي يا جماعة VES. قاعدة بتقول لي ان انا لو الكلمة انتهت باف او اف اي احذف اف اي وحط VES لو انت عايز تعمل البلورال بتاع الكلمة. كتبت؟ اكتب. لو الكلمة انتهت باف او اف اي احذف اف اي وحط VES. تمام. تمام. عندي فرايد وعندي ليتس وبور وعندي انرجي وجيم وتيست وكرانشي. ديلي روتين وريدي اورجانيزد وشاين. سبونفول معناها يا جماعه الاماونت. هي سبونفول مع ملء ملعقه يعني، اللي هي الاماونت، كميه ما انت بت ايه بت بتملى معلقه، كأن بتملى معلقه. الصوص ماله a thick liquid served with food. خلاص. for flavor. دي الصوص ده سائل كده ايه سميك كده بيقدم مع الطعام والايه فور فليفر عشان يدي طعم يعني. طحينة صوص ده صوص مصنوع من ايه؟ السيم سيسمي سيدز اللي هي الطحينة. اه سمسم سيسمي. عندي فولد انك تبند يطوي يعني فولد something over itself. بيكلز المخلل ده خضار كابتن سولت يعني اتشال في ملح وفينيجر وخل بميه. شوب دي يقطع انك تقطع انتو سمول بيسز. طبعا stay tidy stay organized و stay healthy and strong و get ready دول هيتحفظوا. الكولوكيشنز ديت ميك هتيجي معاها ساندوتش او ميك سالاد. ايه كمان؟ ميك كوفي ميك ذا بيد ميك ا ميستيك ميك فريندز ميك ا ليست وميك نويز. مهم جدا جدا جدا، لازم حفظ جيد. دو هتاخد حاجات work do well يؤدي بشكل جيد. do exercise do the ironing يقوم بكون ملابس. do the cleaning do the dishes do homework. عندك healthy بتساوي well و fit عكسها sick و ill و unhealthy. عندك tasty بتساوي delicious و yummy عكسها tasteless. عندك right بتساوي correctly well wrong و incorrectly. و tidy بتساوي organized عكسها messy. الواي هتعمل adjective يا جماعة: healthy tasty. الاي دي هتعمل adjective: fried organized chopped. ال واي هتعمل الادفيرب: carefully. عندك made do did done وشاين شون يلمع. ايه القطعة بتاعتي؟ القطعة بتاعتي بتقول لي making tasty and healthy falafel sandwich is quick. خلاص، انك تعمل سندوتش فلافل حلو كده سريع، حاجة سريعة جدا. first you need a loaf of bread رغيف عيش، some fried فلافل، شوية فلافل محمرة وسلطة وطحينة صوص الطحينة. put the bread on a clean plate حطه على طبق نظيف. then open it carefully افتح الرغيف. وبعدين place 3 or 4 pieces of ايه 3 4 حتت فلافل inside كده. حط الشوبد توميتوز طماطم مقطعة جميلة. كيوكمبرز خيارك الحلو الجميل والخس. وبعدين next pour little طحينة، شوية طحينة كده صوص جميل مع السبون فول اوف بيكلز، معلقة مخلل، وانبسط.
قال لك finally fold، اطوي بقى، اقلبه كده، اقفله على بعضه كده، ويا سلام enjoy your sandwich. many Egyptians، مصريين كتير love eating فلافل for breakfast، بيحبوا ياكلوا الفلافل على الفطار. small shops، المحلات الصغيرة sell it or early in the morning، في الصباح الباكر. in many parts of Egypt، في أوقات، في يعني أجزاء كتيرة من مصر يعني. some families make it at home، بيعملوه في البيت. every weekend it gives energy، بيدي طاقة for school or work. my favorite breakfast is فلافل with tea. البريكفاست بتاعي، my favorite breakfast، الفطار بتاعي، is فلافل مع الشاي and cheese. my mom always، دايما a good breakfast helps you، الفطار الحلو بيخليك start the day right، اليوم صح. طبعا هنا مروة is talking about، ده مضارع مستمر am is are verb ing about her daily routine، الروتين اليومي and her family's chores، الأبوستروف اس ملكية، family's chores، الأعمال اليومية بتاعت الفاميلي. every morning she makes her bed، تعمل البيت بتاعها then gets ready، بتجهز في السكول، بتجهز للمدرسة. after classes she comes home 3:30 p.m. and helps، وبتساعد with some of her family's housework، عمل المنزل بتاعي so that، عشان الهوم stay tidy، البيت يفضل tidy. خلاص كده. وبعدين مروة says، بتقول ان it is نادر the job، يبقى دي الوظيفة بتاعت مين؟ نادر. يبقى انت بتثبت ملكية لحاجة لاسم انسان او كلمة مفرد او اسم مفرد، حط apostrophe اس. طيب هيغسل الديشز and his help makes the kitchen shine، مساعدته تخلي الكيتشن يلمع ويبقى جميل. sometimes they turn on their favorite songs and listen to music while doing the dishes، اسمعوا موسيقى كده وأغاني وهم بيعملوا الديشز. which makes the chore، بخلي العمل اليومي ممتع أكتر for both of them. ماشي. أفضل مشغلش أغاني، شغل قرآن وأنت شغال، صح كده ولا إيه؟ صح. مروة always finishes، بتنهي her homework before 4، قبل الساعة 4. وبعدين because she likes، بتحب to stay organized later، فيما بعد، عشان هي بتحب تبقى منظمة. organized يعني stay organized، تبقى منظمة. عندي later she spends spend 30 minutes، 30 دقيقة doing her exercises to stay healthy and strong and this routine has become her over time. تعال نبص بصة كده معايا. spoonful و spoonful يعني ملء معلقة. add a spoonful of sugar للشاي. سبون المعلقة نفسها يعني، الأداة نفسها. use a spoon to stir، عشان تقلب السوب. dishes و plates، dishes اللي هو الأطباق أو الأواني. خلاص كده. وده طبق غويط. ممكن كمان يبقى معناها الوجبة نفسها أو الأكلة. I wash the dishes، بغسل الأطباق. after dinner this restaurant service، بيقدم tasty dishes، أطباق معناها وجبات يعني، أكلات. البليت الطبق اللي هو طبق المسطح ده. put the food on the plate، you need 3 plates، محتاج 3 أطباق لللانش. أنا هنا لازم أحفظ دول كويس. give energy for work، make it myself، come home. وبعدين عندي make the kitchen shine، make the chores more fun. وعندي come home a loaf of، رغيف من a piece of a spoonful of eat for كذا for breakfast get ready for وturn turn on. تعال نشوف كده. بيقول لي tip، خلي بالك. قال لي when، لما تعمل process، عملية أو steps use sequence، استخدم تتابع من words، من الكلمات to show the order of action. they help، ده هيساعدك انك ان الرايتنج بتاعتك become clear، يبقى clear to full. طبعا الكلمات دي first و next و then و after that وفي الآخر finally. هتعمل ده واجب. هو هنا بيسألني سؤال، بيقول لك دي أسئلة لازم تتحفظ. your favorite sandwich، what's your favorite sandwich؟ my favorite sandwich is
اديني فلافل. What ingredients does it have؟ مكونات. It has bread، فلافل، salad and طحينة. Who usually makes it؟ مين بيعمله؟ قال لي my mother usually makes it. قال لك when do you eat it؟ بتاكله امتى؟ I eat it for ايه؟ for breakfast. Why do you eat it؟ because it is tasty and healthy. خلاص. الديلي روتين. What do you do every day؟ شوف انت بتعمل ايه. I make my bed، do my homework and do exercise. خلي بالك homework خدت do، exercise خدت do، والبيد خد make my bed. What time do you do your homework؟ I do my homework at 4. Who makes a breakfast in your family؟ My mother makes breakfast. Do you make your bed every morning؟ وهتحل ده واجب. هنا يا جماعة الجرامر عندي ببساطة شديدة هلخصه لك في دقيقتين. الابوستروفي اس بتاعت الملكية، لو انت عندك اسم مفرد او اسم انساني يعني وعايز تعمل ملكية بتحط ابوستروفي اس. ممكن كمان يبقى حاجة تانية، يبقى جمع شاذ اللي هو الirregular plural. irregular ايه؟ plural. او الجمع، او مع جمع شاذ. خلاص كده اللي هو مش منتهي بايه؟ باس. لو الجمع منتهي بلورال، لو بلورال، لو عندك بلورال منتهي باس هتحط ابوستروفي بس. خلص الموضوع. بص كده معايا. بستخدم عادة الابوستروف اس مع الاسماء المفردة من الكائنات الحية، اشخاص وحيوانات. يعني البويز نيم اسم الولد، سبايدرز ويب شبكة العنكبوت، الدوجز تي، كينجز بالاس قصر الملك، وسارة بوك كتاب سارة، والدكتورز ابوينتمنت اللي هو موعد الدكتور. الابوستروف اس مع الجمع الايه؟ الغير منتظم، زي المينز كوتس اهي، لان جمع المان جمع بتاعها من، تشايلد جمعها ايه؟ تشيلدرن. الومنز ايه؟ باجز، حقائب السيدات. ممكن مع الاماكن لندنز ميوزيومز، متاحف لندن. ممكن مع ايه؟ مع تعبيرات بتدل على الوقت هتستخدم apostrophe او apostrophe اس. يعني a week's holiday، tomorrow's weather طقس الغد، yesterday's homework. هنا 10 minutes break، 2 days work و 2 days lesson درس اليوم. ماشي. طيب قال لي بستخدم الاس apostrophe مع اسماء الجمع المنتظم اللي منتهي باس مع الكائنات الحية، الأشياء والإيه، الأشخاص والإيه والحيوانات. أشخاص والحيوانات. البويز هاوس اللي هو منزل الأولاد مش ولد واحد. الهورسز ليجز رجول الإيه؟ الهورسز جمع. هنا اكسرسايز بوك. بص هنا مع الجمادات بقى مش هستخدم لا apostrophe اس ولا اس apostrophe. مع الجمادات اكسرسايز بوك، كمبيوتر سكرين، الانك بن، والتيبل ليج. خلاص كده ده مهم لازم خلي بالك منه. تمام. ممكن استخدم belong to بدل الابوستروف اس بتاعت الملكيه، بس belongs to لو انت عايز تحط بعديها يعني ضمير هتحط object pronoun. ضمير ايه؟ ضمير مفعول. لما اقول لك this car belongs to ايه؟ I ولا me؟ me. لو اقول لك this car belongs to he ولا him؟ him. خلاص كده. يبقى this is Sarah's dress. this dress belongs to سما. سوري سما مش سارة. لو شلت سما احط مكانها ايه؟ belongs to her. قال لي التعبير عن الملكية ممكن استخدم اوف مع الاشياء. يعني اقول the house، the door of the house، the color of the car. ماشي. مش هتقول طبعا الايه الهاوسز دور، ولا الكالرز الكار كالرز، الكارز كالر. برضه هستخدمها على الاشياء المعنوية، الابستراكت ناون. الامبورتنس اوف education أهمية التعليم. البيوتي اوف نيتشر جمال الطبيعة. البوك اوف the students in my class، the book of the student الكتاب بتاع الطالب. مش كده يا شباب؟ طيب انا هذاكر ده واحل ده واحل تدريباتي على ليسون 1 و 2 وهكتب ده مرتين. ماي فيفورت ايه؟ ماي فيفورت مي. تعال نحل كام جملة كده نأكد على المعلومة بس. هنا بيقول لك this bag belongs to my sister، يبقى this ايه؟ this is my sister's apostrophe s ايه؟ bag. الجملة اللي بعديها the table has a broken leg، يبقى the leg of
the table is ايه is broken مكسورة. the tail of the dog is long. يبقى the dog's ايه tail ديل الكلب is ايه long. نادر owns بيمتلك his bike this bike. يبقى this is نادر's ايه نادر's bike. the toys of the children are in the living room. يبقى children's toys are in the living ايه living room. يلا بينا يا شباب هنا. we know that education is important. we know. يبقى we know مين يكمل the importance أهمية importance of ايه education. طيب this is علي's موبايل. يبقى this is the mobile of ايه of علي. طيب these books belong to روان. يبقى these are روان's books. دي كتب روان. طيب the notebook of my friend is on the desk. ها يبقى my friends الحاجة اللي هو بيمتلكها ايه ها notebook is on ايه is on the desk. خلاص كده. this is the room of the teacher. يبقى this is the teacher's ها teacher's ايه room. بس هو انا مش تيتشر واحد يا جماعة. بص كده يبقى دي حجرة مدرس ولا مدرسين مدرسين لان الابوستروفي بعد الايه بعد الاس. the clothes of the boys are clean. يبقى اقول the boys clothes مالها are clean. طب اللي بعده the house belongs to بسنت and أميرة. يبقى this is بسنت and أميرة. صح كده house بدل house بتاع مين بسنت وأميرة. خلي بالك في نقطة هنا مهمة ان انا لو عايز في حاجتين هنا ماشي. لو انت عندك اتنين هما اتنين شخصين وعايز تثبت ملكية للاتنين بتحط الابوستروفي اس بعد الاسم التاني يبقى الكلام عايد على الاتنين. انما لو حطيت ابوستروفي اس على كل واحدة يبقى ده هاوس بتاع بسنت وفي هاوس تاني بتاع اميرة. ماشي تمام. my parents have a new mobiles. يبقى انا هقول هنا ايه يبقى they are my parents my parents new ايه new mobiles. The museum which is in Luxor is amazing. يبقى مم.
luxurious museum is ايه amazing. The honey taste is delicious. يبقى the taste of the honey taste بتاع العسل is ايه delicious. بس كده يا شباب. بس كده يا شباب، شكرا لك.